اهلا وسهلا حبايبي، اهلا بكم في فيديو جديد على قناة تاروت ملك. اليوم باذن الله سنقوم بقراءة منتظرة، وهي ما القادم في العلاقة. أنتم في علاقة حالية، في وضع حالي، يعني ليس ضروري أن تكونوا في علاقة، ولكن تكونوا في وضعية مع شخص معين ولا شخص في بالك معين. يعني شوف أفكار هذا الشخص الذي هو في بالك، سواء كنتوا في علاقة ولا لا. نوايا، إذا كانت هناك خطوات قادمة، يعني أي شيء قد تخبرنا به الأوراق. لدينا اليوم مجموعتين. هذه المجموعة الأولى، اختاروا هذه بالنسبة للمجموعة الأولى. بالنسبة للمجموعة الثانية اختاروا هذه. يلا خذوا وقتكم للاختيار، ركزوا طاقتكم. راح أضع الحروف في صندوق الوصف. يلا خذوا وقتكم، وقفوا الفيديو إذا حبيتوا من أجل الاختيار. يلا على بركة الله نبدأ بالمجموعة الأولى. يلا نأخذ أولا، بما أنها علاقة نأخذ الرومانس كاردز. أوكي، يعني تكون لدينا فكرة عامة لحيثيات العلاقة. أوكي، يلا بسم الله. المجموعة الأولى، الطاقة العامة للعلاقة أو الطاقة العامة للشخص الذي في بالك. يلا بسم الله. فكرت مقلوب. Free yourself. It's time to take back control of your life. حسيتها طاقة Eight of Swords. أيوة، حسيتها طاقة Eight of Swords. يعني كأنكم محجوزين في وضع معين. Past life relationship. You have known each other before. يعني ممكن تكون هذه علاقة في الماضي وانتوا لسه متمسكين فيها، ففيها نوع من toxicity. اوكي، بس نشوف مع الكروت وتوضح الامور اكثر. بس عامة طاقة في الماضي. اوكي، انتوا لساتكم مركزين مع شخص في الماضي، ولا هذا الشخص اللي بيجذبكم بطاقته. اوكي، ممكن تحسوا ان هذا الشخص كان توأم روح، ولا توين فليم، يعني كانت في رابطة روحية رائعة جدا، بس في امور ما كانت يعني مفيدة بالنسبة لك كشخص. اوكي، يعني كان في روابط شوي سامة. ممكن ايضا انه كان نرجسي ودائما بيلقي اللوم عليك، فكأنك حسيت نفسك في موقف صراحة لا تحسد عليه. اوكي، ممكن كمان انك نادم على علاقة في الماضي. اوكي، والغلط كان منك، يعني مو منه هو. ف اوكي، شوفوا، اذا كنتوا في زواج اوكي ولا علاقة اللي ما فيها مشاكل، فجأة صاروا بدأوا المشاكل، كان في سحر. اوكي، هذا اللي فرق بينكم. بس اذا ما في مشاكل وكانت الامور بس اذا يعني كان في، بالعكس، اذا كان في مشاكل وكان في صخب كنت انت تحس بضغط قوي جدا، فلا. اوكي، فانا بشوف انك بتطلع من هالطاقة هذه الحمد لله، وبتصير متمسك بزمام الأمور. يعني you take back control of your life، يعني تسترجع التحكم بحياتك. المشكلة هون إنه لازم تشتغل على نفسك. أوكي، ممكن كمان بالنسبة لبعضكم إنكم يعني خاصة اللي مركزين على العمل، الوضعية المادية، إنه العمل تبعكم ولا العمل تبع هذا الشخص كان من الأسباب اللي خلى الوضعية تسوء. أوكي، تزداد سوء. ممكن كمان إنه هذا الشخص يا إما كان بيضيع فلوس أوكي على أشياء ما تستحق، ولا ما كان يجيب فلوس كفاية للبيت. أوكي، يعني مصروف ما كان يقدر عليه. أوكي، شوفوا، في طاقة نرجسية قوية جدا، يعني المرة الثانية بتظهر هالأمور. النرجسية احذروا منها. الناس اللي عايشين في علاقة فيها شخص نرجسي ولا عايشين مع شخص نرجسي، احذروا، لأنه العيب مانو فيكم انتو،
اوكي. العيب في هذا الشخص هذا هو اللي جالس يستغل ويتلاعب بعقولكم وقلوبكم. اوكي، هذا الشخص هذا متلاعب خطير جدا بصراحة. الناس العاديين اللي ما هم مريضين نفسيا يصعب عليهم التعامل مع هذه الشخصيات، لانها ما انها طبيعية اصلا. اوكي. صراحة الحقيقة شيء لن يعجبك، الحقيقة شيء فيه نوع من المرارة، ولكنه أحسن من مرارة الكذب. فإذا ما كنتوا إذا أنتوا حابين تضلوا بهالعلاقة راح تعيشوا في نفس الموقف حياتكم كلها. يعني مدة هالعلاقة كلها راح يكون فيها هذا الشخص نرجسي. يعني هو ما راح يتغير فجأة، هو ما راح يتغير والأمور تتحسن فجأة، لا بالعكس، هو راح يضل كيف ما هو. اوكي، الامور راح تضل كيف ما هي. اذا ما قررتوا انتوا تتركوا العلاقة راح تضلوا في نفس الموقف. يعني ممكن يكون في صار فراق خفيف، بس العودة بترجع، وهو راح يحاول يرجعك بس بيرجعك مذلول. اوكي، راح ترجع مذلول، كأنك كلب عنده. اوكي. لهيك اللي عايشين في النرجسية، انا ما بحكي على الجميع، اللي عايشين في نرجسية احذروا، لانه هذا الشخص هذا راح يقول لك كلام جارح. اوكي، راح يعاملك بطريقة في الاول ممكن تحس ان الامور تغيرت. اوكي، هو متلاعب لكنه يخفي الاسرار. في الاول راح يعاملك كأنك وردة في وسط الورود، وانت الوحيدة البيضاء والورود الاخرى كلها وردية. اوكي، انت مختلفة عن باقي الورود، انت هي عيني، انت هي قمري، انت هي النجوم، انت هي الشمس. ولكن اللحظة التي تعود إلى القفص الذي كان هو جهزه لك وكنت تعيش فيه، ستعود الأمور لمجاريها. يعني لن يكون هناك تغيير. لهذا يجب على الشخص الذي يريد أن يغير من وضعه أن يكون له قرار قاطع تجاه هذه العلاقة، لأن ممكن أن تكون هناك يا إما تلاعبات اوكي نفسية، اوكي، ولا يكون في سحر. انا شايفة انه في بعض منكم عندكم طاقة السحر، بس اغلبكم لانه حالات السحر قليلة، بس اغلبكم عندكم وضعية اللي مع شخص نرجسي، اللي هو في التعامل هيك يعني سمية وتلاعب، وهو اللي يحب يكون هو من يحب أن يكون هو المسيطر، وأنت فقط تلك الغزالة التي هي شو اسمها، التي سيصطادها. اوكي. Three of Pentacles. ممكن تكونوا بتشتغلوا مع هذا الشخص، ولا كنتوا تعرفتوا عليه عن طريق أصدقاء أو زملاء عمل. ممكن كمان تكونوا كنتوا زملاء عمل في الماضي، وتطورت علاقتكم لمشاعر أقوى. ممكن كمان إذا هذا الشخص طلب منكم تتركوا الشغل، اوكي، وتستغنوا عن هذا الشخص، يكون قرار نهائي لا رجعة فيه. بشوف ممكن تبدأوا علاقة جديدة مع شخص في العمل، اللي هي بتكون أحسن من أول بكثير. هذا الشخص سيعاملكم كأنكم ند له يعني. بس في سحر يا حبايبي 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 أصحاب المجموعة الأولى، في سحر، طاقة سحر عندكم. في يعني أقل شيء بيكون واحد فيكم عنده طاقة سحر رهيبة. اوكي، لانه الكروت بتجلب طاقة السحر بطريقة غريبة جدا. بس كمان احذروا، بشوف انه ممكن ما كان في زواج مع هذا الشخص، هو يحب يستغلكم جنسيا. يعني احذروا من هذا الامر، لانه ممكن هذا يكون هدفه الوحيد من هالعلاقة، فلا تخلوه يوصلوا ابدا. ما راح اقول لكم لا تخلوه يوصلوا بسهولة، لا تخلوه يوصلوا، لانه في فئة، تدروا انه في فئة رجال ولا مرضى نفسيين ممكن يدخل نفسه في زواج هو عارفه فاشل. اوكي، هو يعرف انه هذا الزواج فاشل، عارفه انه ما عنده مستقبل، بس هو راح يدخل هالعلاقة، ما عنده مشكل يدخل هالعلاقة وخلاص. هو المهم انه يوصل للامر اللي هو حابه. بس عامة نشوف أنا العلاقة اللي مع هذا الشخص النرجسي ما بنصح فيها، لأنكم راح تطلعوا منها تعبانين نفسيا، منهكين نفسيا، جسديا. تفكيركم ما راح تقدروا تركزوا بسهولة، راح يصير عندكم فوضى نفسية وفوضى عقلية
قوية جدا. حتى الصحة تبعكم بتحسوا بتعب دائم، يعني ممكن هذا الشخص يسبب لكم أمراض مناعية فبسبب الضغط، لأنكم راح تعيشوا فترة ضغط رهيبة جدا. ممكن كمان تكونوا بتعيشوا مع أهله. أوكي، بالنسبة اللي متزوجين تكونوا بتعيشوا مع أهل هذا الشخص هذا، وبيعاملوكم كأنكم وساخة الأرض. اوكي، يعني ما في احترام، قلة احترام، قلة كأنك زائد ناقص، ما بتهمي احد، ما في احد انت مهمة بالنسبة له. اوكي، يلا نشوف شو حل هالوضعية هذه. والله وضعية رهيبة. صراحة الحل هو تلعبي بقواعدهم، تلعبي لعبتهم. اوكي، وتنهي العلاقة، لانه الترك والمضي الى الامام هو الحل. الماضي لا تفكري في الامور اللي خسرتيها، اوكي، ولا تفكري في الامور اللي لازم تتخلي عنها مشان انك تطلعي سليمة، يعني باقل الخسائر. حاولي لا تفكري في هذا الامر. انت فكري في صحتك النفسية. ممكن لبعض منكم انكم بس العيشة مع اهله هي اللي مسببت لكم هذا الضغط، فلازم تلعبوا لعبة انكم مشان تطلعوا من هالعيشة هذه وتعيشوا لحالكم، لانه مو كل الناس الزوج هو اللي بيكون السبب، لانه احيانا الزوج مجرد طرف في العلاقة الكبيرة مع العائلة. ف في النهاية لازم تتم. اوكي، الحل ضروري فيه ترك لشيء في الماضي والمضي الى الامام. لازم التركيز على الذات، على العمل، على الوضعية المادية، يعني لا تخلوا الوضعية المادية خارج إطار الأمور التي تؤخذ بعين الاعتبار، بل بالعكس هي جد جد مهمة. يعني إذا كان مثلا هذا الشخص سيؤثر عليك الفراق معه من الناحية المادية، لازم نركز أولا إنه نحن نضمن وضعية مادية مستقرة، يا إما ندور على شغل، يا إما نلاقي شي حل. لازم نلاقي شي حل. نبدأ نشتغل شوي شوي، نقوي وضعنا المادي، بعدين بيكون القرار تبع الفراق أسهل وأسهل. وهذا بالنسبة للناس اللي مقررين يعني يفصلوا مع هذا الشخص. بالنسبة للناس اللي مثلا عايشين مع أهله مع هيك، فلازم مثلا تساعديه ماديا، ولا انت تيجي تحوشي شوية فلوس ماديا مشان انه تقدري انه اذا قال لك انا ما عندي، تقولي له طب انا جمعت، انا حوشت شوية فلوس، فممكن نساوي هيك، ممكن نروح نشوف بيت بعيد شوي مشان نرتاح شوي من هالضغط. اوكي، بس انا بشوف انه هذا الشخص يا اما بيكون تأثير السحر قوي عليه، يعني بيتحكموا فيه الناس، يا اما هو مفقود فيه الامل. اوكي، هو خلص ما غير من النوع اللي ما عنده جرأة انه يحاول يغير من حياته. بس انتي الفلوس والوضع المادي المستقر رح يكون سندك الاول والاخير اكثر من هذا الشخص. اوكي، انا ما بشوف انه انت مع رجل اللي شخصيته قوية جدا. هذا بالنسبة للمتزوجين. بالنسبة اللي عايشين مع شخص نرجسي، فهو نرجسيته رح تكبر، فانت حاولي انه تتعلمي تتلاعبي بنرجسيته، حاولي تتحكمي بنرجسيته اكثر. تعرفي امتى تعطيه ثقة في نفس، امتى ترميها للأرض. لازم تتعلمي تقنيات تتلاعبي فيه. واهم شيء انه لازم تفكري في يوم اللي راح تتركي فيه هذا الشخص، لانه ما راح يليق لك انك تكملي معاه. يعني حتى لو تعلمتي تتلاعبي فيه وهيك، ما بشوف انه بيليق لك تكملي معاه، ولا ممكن هتكونوا من الكابلز اللي بيعيشوا مع بعض بس مفترقين. اوكي، لانه ممكن كمان انك تقوي شخصيتك، لانه في تقوية شخصية هون، تقوي شخصيتك، تعتني في شكلك وهيك، فبتشكلي له ضغط. هو راح يحاول يحارب هذا الضغط، بس انت اذا وفرتي وضع مادي مستقر لنفسك ما راح يقدر يسوي شيء، فانت راح تصيري ندا له. اوكي، كمان بشوف بداية جديدة لبعض منكم، زواج جديد من شخص احسن من الماضي بكثير. والجميل في الامر انه هاد بيجي بعد ما تصيري سينجل، يعني ضروري فترة تصيري سينجل تقوي فيها شخصيتك وتعتني بشكلك وكل شيء، بيجي هذا الشخص باذن الله. اوكي، يعني اللي حابين يغيروا وضعهم، انا شوف عامة بشوف تحسن وضع. اوكي، بس لازم المثابرة والعمل مشان هذا التحسن. يا اما قررتوا تتركوا هذا الشخص، بيجي شخص احسن، وضع مادي احسن، وضع فكري احسن، شخصية ونفسية احسن. بس اذا قررتوا تضلوا مع هذا الشخص
أنا بشوفكم تتعاملوا مع الوضع بطريقة مختلفة، بتطوروا تقنياتكم في التعامل مع هذا الشخص، وتصيروا تقدرون تعيشون مع هذا الشخص من غير ضغوط. يعني خلاص، ما عاد يأثر فيكم أصلا كلامه. انتوا عرفتوا كلامه شو هبدوا من هالكلام، شو حابب يأثر، ما بيوصل ل... للتأثير. ممكن تبيني له إنه بيأثر بس هو ما بيأثر صراحة. أوكي، هذه قراءة المجموعة الأولى. يلا نشوف المجموعة الثانية. بس يعني كل واحد وصراحة وضعيته، يعني ما راح أعطي حل للجميع، يعني حل موحد. لأنه في ناس تقدر تترك هذا الشخص، في ناس لازم تترك هذا الشخص، وفي ناس لا، في ناس لازم تضل مع هذا الشخص لأنه هو اللي موفر لها لقمة العيش، وهي مثلا ما عندها صحة تشتغل، ما عندها دبلوم، ما عندها أي شيء. فيصعب إنه أعطي نصيحة موحدة للجميع. بس اللي يقدر يساوي شيء بيعمله. يعني القرار بيكون حسب إرادتكم انتو، وانتو اللي راح تقرروا كيف راح تكون كيف راح تكون هالعلاقة مع هذا الشخص، كيف راح يكون قراركم ومستقبلكم كيف راح يكون. اوكي، يعني هيك الوضع. الله، بس ان شاء الله خير، نتمنى الخير للجميع يعني. يلا نشوف المجموعة الثانية. يلا بسم الله، المجموعة الثانية. يلا بسم الله، ناخذ لكم من The Romance Angels. شوف شو راح يقول لكم عما القادم في العلاقة ولا مع الشخص اللي في بالكم. اوكي، يعني بسم الله. Wedding, the situation involves marriage. اللي بيسأل إذا بيتزوج، بشوف إمكانية قوية للزواج. Very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now. اوكي، يعني بشوفوا كمان قريبا، يعني على حسب الكروت هذه بتقول انه في زواج قريب والخطوبة جديدة، بس او قريبة يعني. بس لازم انتوا تقرروا وما تتماطلوا في القرار. اوكي، يعني لانه لازم انتوا تقرروا انتوا شو حابين، شو بدكم مع هذا الشخص، ويعني ويكون طاقة جلب عندكم، تسووا يا اما حصص جلب يا اما دعاء. فهيك بنقرر هذه الامور. بسم الله. يلا بسم الله. ممكن يكون هذا الشخص ميزان. كمان الميزان بيقول لي انه في وعد هذا الشخص واخده بجدية. يعني اذا كان في شخص في حياتك وعدك بالزواج، بشوفه واخد الامر بجدية، مو من النوع اللي بيتراجع عن كلامه، ولا بالعكس هو جد متمسك بكلامه، والخير جاي معها صراحة. صراحة بشوف انه اللي محتاج هالموقف هو قرار. يعني سيف هون بيقول لي انه لازم بس قرار، يا اما منك ولا من الطرف الاخر. شفت يعني في تفكير سلبي، ممكن انك ما راضي على هذا الشخص هذا، ممكن انك بتدوري له على عيوب. اوكي، فهذا الامر مخليك شوفي التمسك،
شوفي التمسك إذا بتسألي إنه في تمسك من هذا الشخص، أيوة في. إذا كان مثلا في تدخلات من عيلته فهو لساته متمسك فيكي. ممكن هذه التدخلات هي اللي مساوية هذا المشكل هذا. بشوف إنه إن شاء الله هو جد متمسك. أوكي. why the seven of cups seven of swords sorry، بس نفسرها لأنه ليش جاية. خلاص. 3 of wands reversed. nine of swords. اوكي. صراحة في هم، في تفكير. يعني ممكن هذا الشخص يكون بيحاول يفكر في حيثيات هذه العلاقة، ولا كيف يتعامل مع أهله اللي معاملين له ضغط. أنا بشوف في ضغط خارجي على هذا الشخص، ممكن كمان يكون من أهلك أنت، يعني مثلا طالبين شيء هو ما يقدر يوفره. يعني هيك شغلات. يعني بشوف إنه في ضغوط خارجية. ممكن هو ضغط يعني منه هو نفسه، بس لتوفير مثلا بيت ويعني وعفش وهيك شغلات، مشان يقدر انه يتقدم لك من الاساس. فبشوف انه في هالضغوط هذه اللي موجودة. ممكن كمان انه عنده شخص تاني، اوكي، ولا انت اللي عندك شخص تاني وانت حارة بين شخصين، وهذا مسوي لك حيرة، فتخافي انك تضيعي واحد وتتمسكي في الثاني، ويطلع هذاك اللي ضيعتي احسن من الاول. اوكي. يعني ممكن هذا اللي مسوي لك الدوشة هذه في عقلك. tell me more. What's coming for group 2? death. الله. صراحة بشوف وضع رح ينتهي. اوكي. وضع بينتهي. ممكن هذا الشخص اللي متقدم لك وضع بينتهي، إذا خاصة إذا كان مثلا هو عايش على برا، فبتقولي مع نفسك أنا ما رح أقدر يعني أعيش مع واحد هيك في وطن ثاني وبلد ثاني. فبشوف إنه بيجي رفض من جهتك، ممكن كمان من جهته، خاصة إذا كان هو متزوج. ممكن يجيك واحد متزوج وإنت ممكن إنت ما تدري، فبترفضي، ولا أهلك بيرفضوا لهذا السبب. ممكن أهلك يرفضوا لأنه متزوج. شوفي، أنا بشوف إنكم أمام طرفين، واحد حابب يتزوج والثاني بيقول لك إنه حابب يتزوج، بس هو بشوف إنه في أمور مخبية عنك. أوكي. في أمور مخبية عنك هالشخص الثاني. قدرته ولا رغبته في الزواج ما أنها أقوى من الشخص الأول. الشخص الأول خاصة إذا كان متزوج بشوفه إنه أنت اللي راح ترفضيه ولا أهلك اللي راح يرفضوه، مع العلم إنه أحسن من الشخص الثاني اللي بيجي اللي عزابي. أوكي. يعني بيجي عزابي، بس بشوفه ما إنه في المقدرة للزواج مثل الشخص الأول. أوكي. ممكن كمان إنه خافي إنه عنده أبناء، ولا عنده شيء في الماضي هو بيخفيه هذا الشخص الثاني. أوكي. شوف انتي النصيحة اللي راح اقول لك، صلي صلاة استخارة وادعي الله ييسر لك اللي فيه خير. اوكي. يعني ده بالك امور هيك، فمو ضروري شوفوا صلاة الاستخارة ما بتبين لك انه الشخص صالح ولا لا بس بالمنام، لانه بشوف انه اغلب الناس بينتظروا يحلموا شيء. لا، مو هيك. بتصير شغلات ما بتيسر. اوكي. بتوقع شغلات ما بتيسر. ممكن هذا الشخص يقول زلة لسان، يعترف بشيء كان مخبينه، يعني هيك شغلات. اوكي. كمان استعيني بأهلك، استعيني بأبوك إذا عندك، استعيني بشخص اللي يكون استعيني برجل وبامرأة. اوكي. يكونوا الامرأة تكون امرأة اللي عندها أسرة ناجحة، والرجل يكون راجل غالبا يكون متعلم ويكون فاهم المجتمع. يعني ما نو بس شخص منغلق على نفسه ونقول عليه حكيم. لا، لازم واحد يكون فاهم المجتمع، خاصة المجتمعات هذه يعني الفئة العمرية اللي انت فيها،
ويكون حكيم. وكمان المرأة تكون حكيمة وتكون المرأة اللي عندها بيت ناجح. يعني ما نروح عند وحدة فاشلة في الزواج 70,000 مرة ونطلب منها المشورة. ممكن، بس لازم تكون تبغى لنا الخير. اوكي، واكيد وحدة تبغى لنا الخير هادو امك وابوك. اوكي، خليهم هما يساعدوكي، لانهم راح يحبوا يحموكي. اوكي، من لانه الاثنين كل واحد فيهم راح يدور على عيوب انت ما راح تفكري فيها. اوكي، فراح يقولوا لك اللي صالح واللي ما صالح. اوكي، انا بشوفه منهم راح يشوفوا الخير وين موجود بالضبط. كمان ركزي لي كثير على صلاة الاستخارة، لانها راح تساعدك كثير كثير في انه تعرفي فين الخير. اوكي. اوكي، بالنسبة للناس اللي بس عندهم شخص ببالهم، يعني ما بيكلموه، مجرد كراش من بعد، بشوف انه هذا الامر رح يضل سري مدة اطول. ممكن يجي تغيير فجائي، بس ما نو تغيير ايجابي. ممكن انه تكتشفي هذا الشخص انه غير مهتم. اوكي، غير ممكن كمان تكتشفي انه مو هو الشخص اللي انت حاطه في بالك. يعني مو هو الشخص اللي انت تتخيليه. يعني انت تتخيلي شخصية معينة، بس بعدين تكتشفي انه لا، ما انه الشخص اللي انا كنت حاطته ببالي. بيجيك فرصة ثانية مع شخص ثاني، بس ما راح يكون ملي عينك فبترفضيه. ممكن هذا الامر يؤدي لك لفترة عزلة واكتئاب. فما بنسى، خلي شوف شوية ايجابية. مجرد كراش، خلاص انت ما طلقتي ولا راحوا عنك ولادك، خلاص لا تكبروا الموضوع. اوكي، خليك متفائلة لانه الخير قادم، بس انت ركزي مع الايجابي ولا تركزي مع السلبي. يعني عادي جدا هذه الامور. يعني مو اي واحد راح يعجبنا بنلاقي فيه خير. بشوف انه ممكن تبدأي المحادثات مع شخص غالبا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ممكن يكون بعيد عنك في مدينة اخرى، ممكن يكون في نفس مدينتك، بس ما بشوف انه بيكون لقاء. بيكون محادثات هيك. وحتى إذا كان في لقاء بيكون بتشوفيه عن بعد. بشوف إنه هذا إن شاء الله بتنجح العلاقة معه. ممكن يجي يعترف ولا شيء من هالقبيل، بس لازم انت تكوني واثقة من نفسك. خليكي من وضع المسكينة، لأنه ما بينفع يجيب لك الهم والغم. وضع المرأة القوية هو اللي بيجيب لك خير. فكمان بعد الكسرة اللي بتشوفيها انت، كسرة مع العلم ان ما بشوفها كسرة، هذا الكراش اللي ما طلع مثل اللي انت تنتظريه، لازمك فترة راحة. خليك 4 أسابيع هيك. ارتاحي نفسيا وركزي مع امور ثانية، وشوف الخير قادم بإذن الله. اوكي، لانه عندنا التين اوف كابس، في امور راح تكمل بالخير باذن الله. والله ييسر للجميع. هذه قراءتكم لليوم، ونشوفكم في فيديو قادم على القناة. لا تنسوا دعم القناة بلايك ومتابعة وحضور اللايفات، بنجيب على اسئلة. وخليكم على خير. يلا، مع السلامة.